السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله مع بعض هنعمل محشي تاني. لسه مستمرين زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله محشي زي العسل. عملنا طبعا محشي كوسة ومحشي فلفل ومحشي بتنجان وعملنا معاه فراخ. ما شاء الله كنت اول مرة اعمل محشي البتنجان لوحدي كده. طبعا كنت عملت الكوسة معاكم قبل كده. بصوا ما شاء الله كان زي العسل، بصوا كده جماله. طبعا كنت جايبة كيلو وربع كوسة. والبتنجان بصوا ما شاء الله، البتنجان طبعا ابيض. بس اديته تشويحة كده، خليته لونه بني. وهنا قطعة فراخ معانا كنت محمراها. بصوا ما شاء الله زي العسل، زبدة. تعالوا نشوف طبعا قورنا اول حاجة البتنجان والكوسة دول. وجبنا 3 فلفلات كده او 4 حسب كمية الفلفل. طبعا الفلفل بيدي ريحة حلوة وطعم حلو برضو. وكان معايا كيلو طماطم. عصرته في الخلاط. بصوا ما شاء الله بعد ما قورت اهو البتنجان والكوسه والفلفل. طبعا حطيته عليهم. البتنجان كان كبير شويه، قسمته نصين. ومعانا الطماطم اهو. طبعا بعد ما قورته بدات ان انا اغسلها في الحوض بقى كويس، واحده واحده كده. وهنا الطماطم طلعتها من الفريزر. ودي الفراخ بتاعتنا. بصوا ما شاء الله هنا حطيت حله على النار فيها بصله وجزره وطماطم وفلفل وشويه فلفل اسود وشويه ملح وحته قرن شطه صغيره كده. وسبتها تغلي. وانا حطيت زيت على النار، هبدا اشوح فيه البتنجان والكوسه زي ما انتم شايفين كده. بيدوله لون حلو، بيدوله طعم حلو التشويحه دي معانا. في نفس الطاسه بقى اللي انا هشوح فيها دي هنزل بالبصل وبعدين الصلصه. ده برضو تركية حلوه بتديها طعم حلو. بصوا دول بعد ما طلعتهم اهو، هبدا بقى انزل بالبصله بتاعتي ومعلقه سمنه حلوه كده عشان تطعمني المحشي بتاعي. هبدا بقى اقلب فيها لحد لما تدبل. هنزل بالصلصه بتاعتي. وجنب طبعا المية كانت قربت تغلي. هبدأ بقى انزل بالفراخ بتاعتي. بصوا البصل كان خلاص. هبدأ بقى انزل بالفراخ والمية بدأت تغلي. هنا برضو البصلة دبت. هنزل بقى بالصلصة. طبعا لازم تكتري عشان كده تبقى الصلصة بتاعتك والخلطة حلوة كده وحمرة. هبدأ بقى انزل بشوية فلفل اسود وشوية ملح وشوية بابريكا برضو عشان تحمر معايا. وطبعا الكزبرة اساس المحشي، هحط شوية كزبرة بقى حلوين كده. بصوا ما شاء الله. واسيب بقى الصلصة تتسبك معايا كده على نار هادية براحتها. واسيب برضو الفرخة تتسلق معايا. وهجيب بقى شوية رز كده اغسلهم. وهجيب الخضرة بتاعتي انقعها، كزبرة وشبت وبقدونس انقعها كده عشان لو فيها رملة او اي حاجة. بصوا ما شاء الله هنا خلاص بعد ما خلصت اهو. وهنا ده التقوير بتاع الكوسة سبته عشان احطه في الارضية. وهنا الخلطة بتاعتي حطيت خضرة وقطعت الرز وحطيت الصلصة عليهم. هبدأ بقى احشيهم بقى. طبعا مش محتاجين حشو اهو. بصوا ما شاء الله بعد ما خلصت اهو، حطيت الفلفل على الوش والباذنجان بتحط تحت والكوسه فوق والفلفل على الوش كده. بصوا ما شاء الله. هبدأ بقى الشوربه زودتها سنه كده بابريكا. بصوا الشوربه بتاعتي ما زودتهاش قوي لان اصلا الكوسه بتنزل ميه كتير، فعشان ما يعجنش معاك. بصوا ما شاء الله اول غلوه اهو زي العسل. وريحته بقى رهيبه ما شاء الله. بصوا خلاص هنا كان شرب الشوربه. هبدأ بقى اهدي على النار خالص واسيبه لما يستوي خالص براحته. بصوا ما شاء الله. عملناه بسرعة يعني، وكنا اصلا في الوقت ده مستعجلين ومفيش وقت وكده. وما شاء الله يعني خلصناه بسرعة. جربوا بقى الطريقة دي وقولوا رأيكم في التعليقات. وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ودعوا لنا بقى. السلام عليكم.